الطفل الرياضي محمد ربيع محسب بطل السباحة. إنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة يوسف أحمد مصطفى ووفاة ابننا يوسف محمد عبد الملك. إنا لله وإنا إليه راجعون في الرياضة. معالي وزير الشباب والرياضة كابتن جوهر نبيل، أنا احتسبتك عند ربنا خير، لأن أنا كنت بنادي مع الوزير السابق أشرف صبحي وفاض بيا الكيل عشان خاطر أجيب حق يوسف، وأقسمت بالله العظيم وقلت حق يوسف لو ما جاش والله ما حد يعرف اللي بين يوسف وبين ربنا سبحانه وتعالى، والعمار اللي عنده عند ربنا. وأقسمت بالله وبقسم بالله دم يوسف حق يوسف هيفضل لعنة، وأنا قلتها لك يا معالي الوزير، هيفضل لعنة على الرياضة المصرية. سيادتك أنا بسأل سؤال واحد، الفاتورة كام قتيل؟ ونسميها في القانون كم قتيل قتل خطأ بسبب الإهمال الجسيم. يوسف أحمد مصطفى ما تعلمناش الدرس، يوسف محمد عبد الملك ما تعلمناش الدرس. الناتج عند سيادتك جون رحمة الله عليه محمد ربيع محسب. السؤال، حد يقول لنا الرقم عشان نبقى جاهزين، الفاتورة كام؟ وحق أولادنا دول هيجي إمتى؟ ومعاليك دورك الإداري اللي القانون مصرح لك بيه فين؟ أنا بعت لسيادتك مستندات كتيرة وكل الناس بتبعت لك مستندات، وحضرتك أنا السؤال بسأله، هل اتحاد الكاراتيه فوق القانون؟ هل إحنا أولياء أمور أولادنا تتقتل ونقول لكم شكرا بسبب الإهمال الجسيم؟ معالي الوزير، أنا بكلم سيادتك دلوقتي في طفلين، يوسف أحمد مصطفى ويوسف محمد عبد الملك، وأنا بقولها حتى لو هجازة قضائيا قانونيا بعد ربنا سبحانه وتعالى والقيادة السياسية الحكيمة، كان سبب إقالة الوزير وسيادتك موجود، يوسف أحمد مصطفى ويوسف محمد عبد الملك. وأنا بقولها بكل صراحة، ربنا وحده اللي يعلم. أنا لما عرفت خبر محمد ربيع محسب اللي حصل لي، وافتكرت ابني، وكل واحد بيقع بفتكر ابني وبنهار وبتعب. قول لي لغاية امتى؟ وامتى سيادتك هتبص للاتحادات دي؟ امتى سيادتك هتاخد حقك القانوني